السلام عليكم. منتشر في الأطفال في الفترة دي حبوب بتطلع في الأماكن المكشوفة غالبا زي الدراعين والرجلين والوجه، وعادة ما بتسيب مكانها أثر بسبب الهرش، بتستمر فترة أو ممكن تروح وتيجي. حبينا بس نطمن الأمهات إنه ده مش جديري مائي، إنما ده حاجة اسمها ارتكارية حبيبية أو حساسية حشرية بسبب قرص الحشرات زي الناموس. الجديري شكل الطفح بيكون مختلف، كمان انتشاره في الجسم بيكون بشكل مختلف، والأعراض العامة اللي بتظهر على الطفل بتكون مختلفة تماما. وهننزل اللينك بتاع الفيديوهين اللي اتكلمنا فيهم بالتفصيل عن الجديري المائي علشان تعرفوا الفرق. الحساسية الحشرية دي عادة بتبدأ في الأطفال قبل سن المدرسة، وممكن تستمر معاهم في المراحل الأولى من المدرسة. المفروض إن الشخص العادي لما بيتقرص من الناموس بتسيب له حباية بسيطة تقعد لها يومين 3 وبتمشي بدون أي أثر. إنما الطفل اللي عنده النوع ده من الحساسية مكان القرصة بيفضل يورم ويكبر، بيكون فيه هرش جامد، وعلشان كده بيسيب أثر مكانه، وعادة ما بيكون موجود على الأماكن المكشوفة زي ما قلنا. طيب نتجنب ازاي الحساسية دي؟ طبعا رقم 1 لازم نمنع السبب، يعني نجنب الطفل قرص الناموس بأي طريقة. نحط ناموسية، نستخدم الأقراص بتاعة الناموس، المهم إننا لازم نجنبه القرص. حصل وإنه الطفل اتقرص يبقى بنبتدي ندي مضادات الهستامين، بنستخدم الليسيون الملطف زي الكلاميل وما شابه. ممكن في الحالات الشديدة بنستخدم بعض الدهانات اللي بتحتوي على الكورتيزون، بس أهم حاجة طبعا إن نوع الكورتيزون يكون مناسب للطفل. وفي الحالات الشديدة قوي ممكن نلجأ إلى شراب عن طريق الفم بيحتوي على الكورتيزون، بس طبعا ده لازم يكون تحت إشراف الطبيب. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.